السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي احلى طلاب في الدنيا. النهارده معانا مراجعة درس من دروس البلاغة مهم جدا جدا في الثانوية العامة، وهو درس الاسلوب الانشائي. النهارده احنا هناخد الاسلوب الانشائي الطلبي والانشائي الغير طلبي والاسلوب الخبري والاسلوب الخبري لفظا انشائي معناه. بس اديني انتباهك واحدة واحدة معايا. لو جيت قلت لك دلوقتي يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، انا بطلب منك طلب، وطالما بطلب منك طلب يبقى اسلوب انشائي. يا بني لا تصعر خدك للناس، اوعى تصعر ولا تمشي في الارض مرحا، اوعى تمشي في الارض وانت مختال. انا بطلب منك طلب انك ما تعملش الحاجات دي. يا بني استقم في صلاتك تسعد حياتك، انا بطلب منك طلب. ده اسلوب انشائي طلب. الانشاء الطلبي في اللغه العربيه 5 انواع، هنمسكهم النهارده على استفاضه: امر ونهي واستفهام، امر ونهي واستفهام ونداء وتمني. ده الاسلوب الانشائي الطلبي. في انشائي تاني ولكن غير طلبي، زي المدح والذم. يعني لما اجيب لك نعمه او بئس، حبذا ولا حبذا، ده اسلوب انشائي غير طلبي. كم الخبريه، كم تشتكي من الحياه، اسلوب انشائي غير طلبي. والله قسم، انشائي غير طلبي. ثم تعجب، ما اجمل الحياه، انا ما بطلبش منك طلب، فده اسلوب انشائي بس غير طلبي. عايزين نختصر بس في الدرس على قد ما نقدر عشان ما تزهقش وانت بتتفرج على الفيديو. الاسلوب الانشائي ليه صور كتير زي ما قلنا 5: امر ونهي واستفهام وتمني ونداء وترجي. الامر من صوره ان انا اجيب لك فعل امر، اقم الصلاه، لام الامر لتقم الصلاه، اسم فعل امر عليك بالصلاه، واسم الفعل ده في درس في ثانيه ثانوي بمعنى الزم الصلاه. تعالى نكمل مع بعض اغراض الفعل الامر. اول غرض واشهر غرض في الامتحانات هو النصح والارشاد، ان انا اكون بامرك امر والفايده عايده عليك انت المامور اللي بيتلقى الكلام. على سبيل المثال لو جيت قلت لك ارجع لنفسك فانهيها عن ضلالها، انا بامرك انك ترجع لنفسك، بس انت لما ترجع لنفسك الفايده مش عايده عليا، مش هستفيد حاجه. الفايده عايده عليك انت، على المامور، على المستمع اللي بيخاطب، اللي بياخد الكلام، اللي هو المخاطب. وطالما الفايده عايده عليك، غرض النصح والارشاد. يا ايها الناصح اهله، انصح نفسك اولا، انصح نفسك. انا مش هستفيد لما تنصح نفسك، فايده عايده عليك انت. ده اشهر غرض وهو النصح والارشاد. الغرض الثاني في الامر الحث والالتماس. انا ممكن اقول لك الحث والالتماس لما الاثنين يكونوا متساويين في نفس الرتبه، اتنين اصحاب بيتكلموا مع بعض، اتنين رجاله اتنين ستات، ولكن الافضل في الاسلوب الامر بتاع الالتماس ان اطلب منك طلب والفايده عايده عليا. يا بني ادفع فلوس الدرس، ادفع فلوس المنصه، ادفع هنا امر، بس الفايده عايده عليا انا، على الامر، على المخاطب. وطالما عايده عليا انا يبقى غرضه الالتماس. احمد شوقي قال اذكرا لي الصبا وايام انسي، عايده على الامر الفايده يبقى غرضه الالتماس. يا خليلي اتركاني وما بي، سيبوني في حالي بالله انا بلتمس منكم. يا صاحبي دع عني لومك، ما تقعدش تلومني، برضو اسلوب انشائي امر غرضه الحث والالتماس. 3، ودي قد تكون مميزه شويه لانها بتيجي في الامتحانات كتير: تمني. ايوه يا مستر، يعني لما بيتمنى، لا ده في الزريبه. امال ايه التمني ده يا مستر؟ اذا وجه الامر لغير عاقل، لو بامر حاجه غير عاقله. ازاي يعني؟ واحد بيقول الا ايها الليل الطويل الا انجلي، بيقول لليل امشي، هو الليل هيسمع الكلام؟ هيقول له حاضر انا ماشي اهوت؟ لا. اذا وجه الامر لغير عاقل يبقى الغرض التمني، لازم تتحفظ. اللي جايه: ايتها السماء ارفعي غضبك، هو حد بيؤمر السماء؟ يا عم ده غير عاقل. اسلوب انشاء امر غرضه التمني. ثم ناتي للدعاء، والدعاء اذا وجهت الامر بصيغه الامر الى الذات الالهيه، ولكن انا مين عشان امر الله تعالى؟ انا ما اقدرش امر ربنا سبحانه وتعالى. امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه اسلوب انشائي امر بس غرض الدعاء والتوسل. انا بدعي ربنا اللهم اغفر لي، ما هو امر بس غرضه الدعاء والتوسل. نخش على الغرض الثاني وهو النهي. هو الامر، بس الفرق ان انا بدل ما بامر بنهي. والامر ممكن يبقى لا نهايه، ممكن يبقى اياك، اياك والاهمال، اياك انا بحذرك،
ركز كده معايا. النصح والإرشاد لما تكون الفايدة عايدة على المأمور، بمعنى لا تكثر من الطعام فتصاب بالمرض، أنا بنصحك. لا تصاحب شرار الناس تصبح مثلهم، أنا بنصحك. رقم 2 الحث والالتماس لما تكون الفايدة عايدة عليا. يا بني لا تحكم على عجزي، أنا بترجاك، أنا بلتمس منك ما تحكمش على عجزي. لا تتخلى عن صديق ما له سواء، اوعى تتخلى عن صديق ملوش الا انت. غرضه الحث والالتماس. التمني اذا وجه النهي الغير عاقل. لا تبخل يا نيل بمائك على احبابك. لا تبخل يا نيل، يا عم حد بينهي النيل؟ غرضه التمني. وممكن يبقى غرض الدعاء اذا وجه الى الله سبحانه وتعالى، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اسلوب انشائي نهي غرض الدعاء والتوسل. نخش بعدها على اكثر الاساليب ذكرا في الشعر، وهو الاستفهام. له اغراض كتيره. الاستفهام لما اسال عن حاجه ممكن اسال بمتى واين وكيف، ممكن اسال بهل، بالهمزه ذات نفسها بتاعت الاستفهام. واغراضه واحد ممكن يبقى التعظيم. بس قبل ما اقول اغراضه عندي حاجه كده عايز اقولها لك بصراحه. الاستفهام غرضه بيجي بالسنس، بالحس. انا اسف على شرب القهوه بصوت عالي. بالحس، يعني حضرتك وانت بتقرا الاستفهام لازم تركز هو عايز ايه. يا من هواه اعزه واذلني، كيف السبيل الى وصالك دلني. يا ابن اللعيبه، كيف السبيل الى وصالك، اجي لك ازاي، مش عارف اوصل لك ازاي. ده استفهام غرضه التعجب، الحسره، مش عارف اوصل لك. تعال نشوف الاغراض المقرره عندك. واحد التعظيم، لو انا بسال عن حاجه فيها اعلاء من شان المستفهم عنه. بص بص بص، الهي ومن مثلك يا الهي، ومين زيك. انشاء استفهام، انا بعظم ربنا سبحانه وتعالى. التمني اذا كان الاستفهام لا مش غير عاقل، يتضمن شيء يصعب التحقيق، مثل قول ابن زيدون نفسه ايامه ترجع مع احبابه. بيقول لا البيت ده مش ابن زيدون، ده ابن اسماعيل. يا هل ترى تعود ايام حسبناها، يا هل ترى الايام هترجع. هو بيتمنى ان الايام ترجع. ابن زيدون بقى قال يا هل اجالس اقواما احبهم، يا ترى هقعد معاهم تاني. الاجابه هنا غرضه التمني. السؤال اللي وراه التعجب والاستنكار، مثل قول ابي فراس الحمداني وهو بيكلم نفسه فبيقول اراك عصي الدمع شيمتك الصبر، اما للهوى نهي عليك ولا امر. هو انت الهوى ده ما بيأمرش ولا بيني؟ انا بتعجب، انت ما فيش اي سلطان للحب عليك. اللي جايه انا العربيه، اللغه العربيه، خليل مطران، المشهود فضلي، أأخذ اليوم والمغمور فضلي. يجي النهارده عليا وفضلي يبقى مغمور. عارف انت متعجبه مستنكره ان ده ممكن يحصل. الغرض اللي جاي التحسر، واحد زعلان على حاله، زعلان على نفسه. قال ابن زيدون بما التعلم، يعني بما التشاغل والتلهي. أنهي نفسي بإيه؟ لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، مفيش أصحاب مفيش أحباب. ده غرض الحسرة. اللي جاي مهم قوي 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 فوق ما تتخيل. التقرير، وده إذا جاءت بعد أداة الاستفهام نفي. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بأحكم الحاكمين. أول ما تلاقي استفهام زائد نفي اعرف إن الإجابة تقرير. أولا ترى الأشياء، غرض التقرير. الاستفهام غرض التقرير إذا جاء استفهاما منفيا، بالله عليك ما تنساها. التمني وده جامد قوي. هناك المتمنى الممكن القريب الحدوث، وده بستخدم فيه هل ولعل. وممكن متمنى مستحيل الحدوث، وبدأ استخدم لو وليت. لو وليت، والاثنين غرضهم التمني. يبقى في هل ولعل وفي لو وليت، والاثنين غرضهم التمني. اخر اسلوب انشائي في الحصه معايا طلبي وهو النداء. النداء غرضه الحقيقي اقبال المخاطب او انتباهه، وادوات النداء كتير، منها الهمزه واي وايه وهي. الاغراض بتاعه النداء، بص بقى يا سيدي، ممكن اكون بنادي ربنا عشان الدعاء والتوسل، رب اجعل لي آية، ده غرض الدعاء. وممكن النداء يكون فيه اعلام من انا بعظم، فانا بنادي على حد عظيم، زي واحد بيقول يا قدس يا مصر، بيعظم من شانها. قال الشاعر تقريبا فاروق جويده، فاروق شوشه، باسمكم يا انبل، يا اعظم
من انبتهم هذا الوطن الغالي من ابناء. الاجابه غرض التعظيم. ممكن يبقى التحسر لو بنادي على حد ميت، ان ده غرض التحسر. واحد بينادي على ابنه اللي مات فبيقول له محمد، هو مات فمتحسر عليه. ممكن يبقى التنبيه، وده لو بنادي على حد عشان ينتبه لي، يا مس معايا تمام، ده غرض التنبيه. لما نادي يا محمد غرض التنبيه، يا زكريا التنبيه. انا بنادي على حد عشان انبه الكلام ليه، يا شباب مصر كلام ليكم، وهكذا. التحقير لو بشتم حد، ونادرا يعني لو جات لك في امتحان. قال الفرزدق: اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعنا يا جرير المجامع. بيحقر من شأنه لان كان في ما بينهم خناقه كبيره جدا، حاجه اسمها النقائض في العصر بتاعهم. وممكن يبقى اظهار الحب، واحد بينادي على ناس وحشوه فبيقول لهم اسكان مصر، عارف انت، يا سكان مصر ان قضى الله بالنوى فثم عهود بيننا ومواثقه، وبيقول لهم انتوا وحشتوني يعني. فده ده غرضه اظهار الحب. وبكده نكون خلصنا الخمس اساليب. هسيبك 5 دقايق تراجع مع بعض، تراجع مع نفسك الاساليب الانشائيه، معلش الدنيا صم، تراجع الاساليب الانشائيه وترجع لي تاني عشان ناخد الاساليب الخبريه. الحمد لله على السلامه حبايب قلبي واخواتي، احسن طلاب في الدنيا كلها. رجعنا مع بعض الاسلوب الخبري. ايه هو الاسلوب الخبري؟ بص انا ملخصه لك في قد ايه. ده تلخيص بتاع احمد اسماعيل الغلباني العبد الفقير الى الله. انا بقول ان الاسلوب الخبري هو الاسلوب الذي يتضمن عرض حقائق ويقرها دون ادخال الطلب فيها. ده اسلوب خبري. اقولها لك بالبلدي، ما فيهوش ولا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا تعجب ولا قسم ولا مدح وذم ولا اي كلام من ده. اسلوب الخبري انا اخبرك بحاجه معينه. على سبيل المثال انا اقول دلوقتي محمد رسول الله، انا لا اطلب شيئا ولا بقول لك قول ان محمد رسول الله ولا بقول لك هل محمد، لا، كل ما اقوله محمد رسول الله. تعالى نمشيها بالبلاغه. هذه الجمله ولا فيها امر ولا نهي ولا فيها نداء ولا استفهام ولا تمني ولا اي حاجه. ده اسلوب خبري غرضه التقرير والتوكيد. انا باكد ان محمد رسول الله. العلم له منافع متعدده. عايز اعرف الجمله اللي قدامي دي، حضرتك ما بطلبش منك حاجه، انا ما بقولكش اتعلم، انا بقول لك ان العلم ليه منافع. ده اسلوب خبري غرضه التقرير والتوكيد. يبقى الاسلوب الخبري هو ما ليس انشائيا، ملوش علاقه اصلا بالانشائي، بيخبرك بحاجه معينه، والله تحتمل الكذب تحتمل الخطا، اهو اسلوب خبري بعرفك حاجه معينه. ايه اللي جاي بقى؟ خبر لفظا انشائي معنى، هو اسلوب هدفه الدعاء، بس ده جامد قوي. هو ما بين البنين، هو اللفظ بتاعه خبري، وده معناه ان هو ما فيهوش امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، بس المعنى بتاعه دعاء، وطالما دعاء يبقى ده اسلوب انشائي. ايوه يا مستر، يعني خبري ولا انشائي؟ الاثنين. خبري لفظا لما تلاقيه بيدعي، بس بيدعي من غير امر، بيدعي من غير نهي، بيدعي من غير نداء. مثال يا مستر اهو، محمد صلى الله عليه وسلم. هل هنا انا بطلب من الناس انها تعمل حاجه؟ لا، انا بقول صلى الله عليه وسلم، انا بدعي، وصلاة الله على النبي رحمه. فانا لما اقول محمد صلى الله عليه انا بدعي لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، افضل الصلاه والسلام. يا رجل ثكلتك امك. ثكلتك امك ده فعل ماضي، انا ما بامرش ولا بنهي، ده فعل ماضي بس انا بدعي عليه. يا رجل روح ربنا ياخدك، يا رب امك تثكلك، يبقى انت ما عندكش، يبقى امك ما عندهاش ابن. سيبك من اللي انا بقوله، انا بدعي بدعي على الراجل انه يموت، ولكن ما فيش ولا امر ولا نهي ولا استفهام. ده اسمه اسلوب خبري لفظا انشائي معنى، وغرضه الدعاء. وبكده نكون خلصنا حصه الاسلوب الانشائي والخبري. بصراحه حصه لذيذه، تقريبا ما جابتش معانا على اليوتيوب 15 دقيقه، كم 14 دقيقه، والكلام اللي انا هقوله دلوقتي هيدخلها في 20 دقيقه، بس انا مش هطول عليك. اتمنى بعد ما نخلص يكون دماغك حضرت في الاسلوب الانشائي، تحفظه كويس جدا جدا جدا. حبيب قلبي اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.